أهلا بيكم في حلقة جديدة من لسه بتنفس، ومعاكم فاطمة عادل. حبيت أعمل السلسلة دي لأن كل بيت حوالينا فيه وجع صغير محدش بيتكلم عليه. حسيت إن يمكن لما نبدأ نحكي نقدر نفهم بعض أكتر ونخف شوية. لقيت إن مهم إننا نفتح مساحة نحكي فيها بصراحة عن الحاجات اللي بتحصل في بيوتنا وبنخاف نواجهها. يمكن الكلام يساعدنا نرجع الهدوء اللي اتسحب مننا بهدوء. طبيعي في كل بيت فينا في حاجات محدش بيتكلم عنها، كلمة وجعتنا، تصرف اتكرر، إحساس بالكبت أو البعد، لكن بنعدي، بنضحك ونكمل ونقول خلاص عادي. بس الحقيقة مفيش حاجة بتعدي فعلا، هي بتستخبى جوا الكلام، في الصمت، في النظرات اللي بتتجنب بعض. وبعد شوية لما تحصل مشكلة صغيرة تلاقي كل القديم طالع مرة واحدة. والنهاردة مش جايين نلوم حد ولا نحاسب حد، احنا جايين نفهم منين بتبدأ المشاكل العائلية، وليه كل مرة بنحاول نحلها بنكتشف انها بتكبر اكتر. خلينا نرجع خطوة لورا، نسمع بعض ونشوف الصورة كلها. يمكن نكتشف ان المشكلة مش في اللي اتقال لكن في اللي ما اتقالش. الحقيقة ان في بيوت كتير المشكلة عندهم مش في الكلام، المشكلة الأساسية في اللي مش بيتقال، في الصمت اللي بيبقى مكتوم جواه زعل، وفي التجاهل اللي بيتبني فوقه حواجز. ممكن تبقى متضايق من حد في بيتك وتقول خلاص مش مستاهلة، بس جواك هي لسه بتوجعك، وجع انك مش متشاف، مش مسموع، وانك حتى لما بتحاول تتكلم بتحس ان مفيش فايدة، فتبدأ تختصر وما تقولش، وتسكت مرة واتنين وتقول مش مهم. بس الحقيقة هو مهم جدا، لأن كل سكوت بيحفر جوانا مسافة، وكل تجاهل بيكبر وبيكبر الحيطة بينا شوية كمان، والحيطة دي بتمر الأيام وتتحول لجدار نقعد كلنا حواليه ونتصرف كأننا مش شايفينه. يمكن الصمت بيحافظ على شكل البيت من بره، بس بيهده من جوه حتة حتة. وللأسف لما الجدار ده يكبر، أي خلاف بسيط، كلمة، تصرف، أو حتى نبرة صوت بتتحول فجأة لانفجار كبير. في أي عيلة مفيش حاجة بتبدأ بكارثة، كل الحكايات الكبيرة بدأت بحاجة بسيطة جدا، كلمة اتقالت وقت غضب، أو تصرف اتفهم غلط، أو حتى نظرة فيها عتاب ما تفهمش معناها. بنفتكر إننا بنسيبها تعدي، بس الحقيقة إننا بنسيبها تعيش جوانا، تفضل موجودة كده في الذاكرة، تستنى لحظة ضعف أو زعل تاني عشان تطلع كلها مرة واحدة. تلاقي نفسك بتتكلم عن حاجة حصلت من سنين وتقول هو دايما بيعمل كده، هي عمرها ما بتحس بيا، هم عمرهم ما قدروني. والجمل دي يا سلام بتولع نار الدنيا. المشكلة مش في الموقف نفسه، لكن في كل المرات اللي فاتت اللي ما اتحلتش، وفي الكلام اللي ما اتقالش، وفي الزعل اللي محدش احتواه. ويمكن ساعتها بنحس ان البيت بقى ساحة حرب صغيرة، كل واحد شايف نفسه المظلوم
ومحدش قادر يشوف التاني غير من ورا وجعه. أعرف بنوتة كانت دايما بتحس إن مامتها مش فاهماها، كل ما تحكي حاجة الأم ترد بجملة من نوع انتي بتكبري الموضوع ليه؟ هو انتي مشغولة بالحاجات دي ليه؟ فالبنت بدأت تسكت، مش لأنها بطلت تحكي، لكن لأنها بطلت تتوقع إن حد يسمع. الأم من ناحيتها كانت شايفة إن بنتها بقت غريبة عنها، بتقضي معظم وقتها على الموبايل أو مع صحابها، وما بقتش بتشاركها حاجة زي زمان. بس اللي محدش فيهم كان شايفه إن المشكلة بدأت من خوف، والأم كانت خايفة على بنتها، والبنت كانت خايفة من حكم مامتها. وللأسف الخوف اتنكر في شكل هدوء، والهدوء اتنكر في شكل بعد، والبعد كبر وبقى وجع. وفي يوم الأم لقت دفتر بنتها، شافت فيه جملة مكتوبة بخط صغير جدا: نفسي أكون صاحبتك، بس كل مرة بحاول بتخوفيني. اللحظة دي كسرت قلبها، مش لأن بنتها كتبت كده، لكن لأنها فهمت أخيرا إن البعد ما بيبدأش فجأة، هو بيبدأ من لحظة إننا بنستهين بشعور بسيط. الموضوع مش في حجم المشكلة، الموضوع في إننا بنتعامل معاها إزاي. ساعات كلمة ما تستاهلش هي اللي بتخلي المشكلة تكبر، بس لو بصينا بعمق شوية هنكتشف إن اللي بيحصل ده مش دايما لأننا وحشين، لكن لأننا مختلفين. وده ياخدنا لنقطة اختلاف الشخصيات والطباع، وإزاي بيأثر على شكل الخلاف بيننا. لو فكرنا شوية هنلاقي إن أغلب خلافاتنا في العيلة مش جاية من نية وحشة، لكن من اختلاف الطباع ومن الطريقة اللي كل واحد فينا بيشوف بيها الدنيا. الأب مثلا ممكن يكون شخص عملي جدا، بيحب النظام، شايف إن الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة مش ضروري، بيشوف الحياة بمعدلات بسيطة، ماشي بمبدأ كده اللي هو أعمل اللي عليا وربنا يتولى الباقي. بس الأم بطبيعتها حساسة أكتر، بتشوف التفاصيل اللي الأب ممكن يعديها، وده ساعات بيخليها تحس إنه مش مهتم، في حين إن هو شايف نفسه مهتم بطريقة الفعل مش بالكلام. خليني أقولك مثال صغير. أمي كانت كل مرة تقول لزوجها نفسي تحضر لي فطار الصبح ولو لمرة، وهو كان يضحك ويقول يا ستي أهم حاجة إن الفطار موجود. هي كانت مستنية لحظة اهتمام مش أكل، بس هو شاف طلبها بسيط فاختصره. ومع الوقت الموقف الصغير ده فضل يكبر جواه لحد ما بقى رمز للتجاهل مش الفطار نفسه. الأب هنا بيتكلم بلغة والأم بتفكر بلغة تانية، والنتيجة سوء فهم مش خلاف حقيقي. نفس الحكاية بين الإخوات، اللي بيحب يعبر بيتهموه إنه دراما، واللي بيكتم بيقولوا عليه بارد، لكن محدش بيسأل نفسه هو ليه بيتصرف كده أصلا. يمكن اللي ساكت علشان يتهاجم كتير قبل كده، واللي بيعبر علشان مش عايز الوجع يفضل جواه. والأولاد والبنات كمان، كل واحد شايف الحياة من زاويته. الولد ممكن يشوف إن مسؤوليته إن يحمي، والبنت تشوف إن دورها إنها تحتوي.
لكن لما الحماية تتحول لتحكم والاحتواء يتحول لتدخل، النية الطيبة بتضيع في النص، وتبدأ بقى الخلافات. وحتى بين الإخوات دايما في تفاصيل محدش بياخد باله منها. الأخت الكبيرة مثلا شايفة إن دورها دايما إنها تتحمل وتسكت وتكون العقل في أي خلاف، بس جواها في لحظة بتتمنى حد يحتويها هي كمان، حد يقولها مش لازم تكوني قوية طول الوقت. أما الأخت الصغيرة فغالبا بتحس إنها دايما في مقارنة، كل خطوة بتاخدها بيقارنوا ليها، فتبدأ تتمرد أو تنعزل، مش كرها لكن دفاعا عن نفسها من الإحساس إنها دايما أقل. حتى الأخ كمان ليه زاويته، بيبان أوقات إنه قاسي أو متحكم، بس جواه خوف حقيقي على اللي بيحبهم، خوف بيتحول لتصرف غلط عشان هو مش عارف يعبر عن القلق غير كده. وفي لحظة كل طرف يفتكر التاني مش بيحبه، بينما الحقيقة إن كل واحد بيحب بطريقته اللي اتعلمها، حتى لو الطريقة دي وجعت. أنا عارفة إن الكلام ده بيلمس بيوت كتير، لأن كل بيت فيه نسخة من الحكاية دي، حكاية الحب اللي ضاع صوته وسط الخلاف، وحكاية القرب اللي وقفه سوء فهم بسيط. بس لما نبدأ نلاحظ الاختلافات دي ونفهم إن كل واحد جاي من تجربة مختلفة، نبدأ نحس بالتعاطف بدل الغضب، وساعتها بس ممكن نعيد الدفى اللي ضاع من بيوتنا. وساعات لما بنبص حوالينا بنكتشف إن معظم الخلافات اللي جوانا مش سببها الكلمة اللي اتقالت ولا الموقف اللي حصل، لكن سببها الطريقة اللي كل واحد فينا بيشوف بيها الدنيا. الأب مثلا ممكن يكون طول عمره شايف إن الصح هو إن بيته يفضل متماسك، وإن القوة معناها الهدوء والسيطرة، فتلاقيه لما يتخانق مع أولاده مش بيزعق لأنه قاسي، لكن لأنه حاسس إن هي دي الطريقة اللي تحمي البيت. بينما الأم بتشوف الصورة من زاوية تانية خالص، بتحاول توازن، تحافظ على السلام، تبقى دايما في النص ما بين الكل. بس مع الوقت الدور ده بيتعبها، بتحس إنها لازم تكون دايما العاقلة، وده بيخليها تكتب مشاعرها، فتبان هادية بس جواها صرفة محدش سمع. والأولاد كل واحد فيهم شايف نفسه مظلوم بطريقته، الابن اللي حاسس إن أبوه عمره ما شاف تعبه، والبنت اللي كل ما تحاول تشرح بيتقالها ما تكبريش المواضيع، والإخوات اللي كل واحدة فيهم شايفة التانية المفضلة عند الأم أو الأب. فتبدأ المقارنات، والمقارنات تخلي في غيرة، والغيرة تعمل مسافة، وفي النص بيضيع المعنى الحقيقي للعيلة. هو الكل بيحب بس محدش عارف يعبر، الكل بيخاف بس محدش عارف يقول أنا محتاجة. الموضوع مش إننا وحشين، الموضوع إننا مش متفاهمين، وإننا ساعات بننسى إن اختلافنا مش خطر، وفرصة نفهم بيها أكتر، نتعلم بيها نحب بطريقة أوسع، ونفهم إن اللي قدامنا مش ضدنا، هو بس مش زينا. يمكن الحل مش في إننا نغير بعض، ولا إننا نقنع اللي قدامنا يشوف الدنيا بعينينا، لكن في إننا نتعلم نسمع بعض بصدق، نسمع من غير حكم، من غير ما نستعجل الرد، نحاول نفهم إيه اللي ورا الكلمة، ورا السكوت، ورا العصبية، وورا البعد.
لأن أوقات كتير الناس مش بتتخانق علشان تختلف، الناس بتتخانق علشان تحس إنها مسموعة. ولو كل واحد في العيلة بدأ يسمع التاني مش علشان يرد، لكن علشان يفهم، ساعتها المشاكل مش هتختفي بس هتبقى أهون، وهنتقابل في النص مش كخصوم لكن كبشر كلنا بنتوجع وبنحاول نحب بطريقتنا. طيب بعد ما فهمنا شوية منين المشاكل دي بتبدأ، نيجي للسؤال الحقيقي، نرجع التواصل ازاي؟ مش لازم دايما نبدأ بكلام كبير أو اعتذارات درامية. أوقات البداية بتكون في لحظة صدق بسيطة، إنك تسأل عامل إيه بجد، مش من باب المجاملة لكن من باب الاهتمام، إنك تختار تسمع قبل ما ترد. ولو غلطت مهم تقول أنا آسف، ولو اتوجعت تقول أنا اتوجعت، مش أنا خلاص مش فارق معايا. العلاقات العائلية مش بتتصلح في يوم، لكنها بتتغير لما حد فينا يقرر يبص جوا نفسه الأول. قبل ما تسأل هو ليه بيتعامل معايا كده، اسأل هو بيشوفني ازاي، هو محتاج مني ايه ومش عارف يطلبه. النية الحلوة لوحدها مش كفاية، بس الوعي والتفاهم والخطوة الأولى اللي فيها صدق هما اللي يقدروا يغيروا شكل البيت كله. كل وجع فيه عفوا كل بيت فيه وجع مستخبي، بس كمان فيه دفع مستني يتشاف. وسلسلتنا دي مش عشان نلوم أو نحاسد زي ما قلنا، لكن علشان نفهم ونرجع الكلام بعد ما الصمت طار. فخلينا المرة الجاية نكمل سوا ونغوص أكتر في الجذور القديمة، في التربية اللي خدناها وإزاي الطريقة اللي اتربينا بيها لسه بتأثر في كل خلاف، وفي كل مرة بنحاول نحب أو نتفاهم من جديد. كانت معاكم فاطمة عادل من لسه بتنفس.